عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى سعيد عليكم وعلينا. النهاردة أنا هعمل معاكم الفتة. طبعا عيد الأضحى لازم نفطر كده بفتة، سنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات ونترحم على أمواتنا. الله يرحمك يا بابا، ألف رحمة تروح لك، والله يرحمكم يا إخوالي. يا رب ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم امين. ويرحم امواتنا جميعا، المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. النهارده انا هعمل معاكم الفتة بطريقة حلوة جدا، وكل اللي هياكل منها هيتعجبه جدا ويقولك انت عاملاها ازاي. بسم الله ما شاء الله. هي الفتة اللحمة قدام منكم هي متحمرة من غير ما انا احمرها في سمنة. هنسمي الله. وهجيب اهم حاجه تعمليها بسمنه بلدي، اللحمه والدقه كلها هتبقى طعمها حلو جدا. هنا انا حطيت معلقه سمنه بلدي، وحطيت فصين مستكه ودوبك ساحهم. قمت حطيت اللحمه على الحته اللي بيبقى فيها دهن. القطعه اللي قدامكم الاولانيه دي فيها دهن من الوش والظهر، فانا حطيتها وبعد كده قلبتها. ولازم تحطي اللحمه ما تكون الحله السمنة بتاعتها سخنت، عشان اللحمة تاخد صدمة وما تنزلش العصارة اللي فيها وتستوي بسرعة. هنا كده زي ما انتوا شايفين انا كنت معليه النار عليها، واتحمرت على الوش الاولاني وحمرها على الوش التاني. دي كده مش محتاجة ان انا احمرها بعد كده في سمنة وتبقى دسمة قوي عليا. هنا كده حمرتها على الوشين انا بوريكم اهيت، وحط لها بقى ميه مغليه من الكتل. ما تحطيش للحمه ميه ساقعه، بتخليها تستوي في مده اطول. هنا هحط ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر حصى وكبيبه صيني وحته قرفه خشب صغيره وطماطمايه زي ما انتوا شايفين اهيت. وجزر ما كانش عندي جزر في التلاجة، فجبت جزر من الفريزر اللي انا هنا متقطع. حطيت برضك شويه عادي، وبصلايه. طبعا انا حطيت بصلتين عشان البصل كان صغير. هنا بوريكم ان انا عشان حمرتها في الاول شربتها رايقه جدا، وفي نفس الوقت طعمها حلو، وفي نفس الوقت ما فيهاش ريم. زي ما انتوا شايفين انا قطعت العيش مكعبات وحطيته في صينيه وحطيته تحت الشوايه، ولازم اقلبه باستمرار. هنا كده في ميه، حطيت ميه مغليه في حله وما غلت حطيت لها الملح وحطيت لها الزيت ده عشان اعمل رز. الميه ما بتغليها للرز، الرز بيطلع معاك مفرفر وجميل. هنا كده انا بوريكم ان الرز ما تعرفي ميته. لو انت لسه بتعلمي الرز ازاي، حطي المعلقه في النص، ولو هي وقفت تبقى كده الميه مظبوطه بتاعتها. لو هي المعلقه ما بتوقفش معاكي يبقى كده الميه زياده معاكي. هنا كده حطيت معلقه سمنه كبيره، وحطيت معلقه توم كبيره، وحطيت معلقه كزبره من معلقه الشاي. بس المعلقه اللي انا حاطه منها دي معلقه توابل، يعني انت بتحطي معلقه كزبره. بحط الكزبره قبل ما احمر التومه عشان التومه ما تتحرقش مني. كده كزبره مع التوم هي بتتحمر وريحتها بتطلع وتبقى جميله ومتتحرقش منك. وحطيت خل وشوحت التوم مع الخل شويه، وبعد كده حطيت الصلصه. هنا الصلصه دي كنت انا مسبكاها، ولو عندك طماطم من ضربها في الخلاط ممكن تحطيها على طول وتتسبك شويه. هنا حطيت لها قرنبين شوربه عشان تبقى طعمها كمان حلو من الشوربه اللي بتاعت اللحمه. اسيبها هنا بقى تفك مع نفسها وتغلي. احط لها نص معلقه ملح ونص معلقه سكر وشويه فلفل اسمر. بس ما جاتش في الفيديو، كان التليفون ما بيصورش. هنا بوريكم ان الرز مفرفر وجميل اهوت. هغطيه بقى. عامل ازاي؟ انا حطيته في الشوايه، وطبعا كنت بقلبه كل دقيقه كده لحد ما ما اتحمر ونشف كده زي ما انتم شايفين اهوت. اهو سامعين الصوت اهو. خلي بالك منه عشان ما يتحرقش منك. ممكن تحط العيش في الفرن او في الشوايه، لازم ايدك تبقى فيه باستمرار لو تحت الشوايه. وانا حطيت العيش من غير اي سمنه او زيت او اي مواد دهنيه خالص. هنا كده جبت طاسه وحطيت معلقه سمنه كبيره. السمنه دي انا كنت مسيحاها وبنزل لكم الفيديو بتاعها. كنت انا محوشاها من القشطه بتاعه اللبن. ريحتها وطعمها جميل جدا، بدل ما تشتري بسمنه من بره كده توفير لكي. ده انا كده حطيت معلقه توم كبيره، والتوم ده انا كنت مخزناه معاكم قبل كده برضك، هبقى انزله لكم في صندوق الوصف او في اخر الفيديو. هتلاقي
تخزين التوم. هنا كده حطيت معلقتين صغيرين من معلقه التوابل ديت بيعادل معلقه شاي، معلقه كزبره، يعني معلقه كزبره من معلقه الشاي. هنا كده انا حطيت بردك الكزبره مع التوم عشان التومه ما تتحرقش وما تمررش معايا وتبقاش طعمها حلو. هنا هشوحها كويس مع بعض وبعد كده هحط عليها خل. هنا بوريكم ان لونها بقى دهبي جميل اهوت. هحط عليها كميه خل كويسه. اهم حاجه الخل اللي انت بتحطيه يكون خل نضيف عشان يبقى ريحه الدقه والفته جميله جدا. هنا كده زودت شويه توم وغليت التوم مع الخل مع الكزبره. هاخد من الدقه ديت مغرفه دقه واحطها على الشوربه اللي انا طبعا مصفيها قدام منكم، مفيش ريم وجميله جدا اهي ورايقه. وما تقوليش ان انت مثلا هتحمري اللحمه هتبقى ايه الشوربه غامقه، لا هي بتدي طعم جميل جدا. وهنا جبت طبق صغير وحطيت فيه مغرفتين بردك من الدقه، وبقيت الدقه حطيت فيها العيش اللي انا محمراه. هقلبه واشوحه شويه مع الدقه ياخد نفس الطعم، ياخد طعم من الدقه ويبقى جميل جدا وريحته جميله. وانا كنت بشوحه يا ريت الفيديو بيخليكم ان انتوا تشموا ريحه الدقه. هقلبه كويس قوي مع بعض لحد ما ايه يتحمص اكتر. طبعا انتوا عارفين ان انا محمصه وكنت موريكم صوت التحميصه، بس عشان هو اتحط في الدقه فتره شويه فهحمره شويه واحط عليه مغرفه صلصه تخلي لونه احمر وجميل، وفي نفس الوقت يبقى ليه طعم ايه يتطعم كده من طعم الصلصه. وهقلبه بردك لحد ما، لان طبعا الصلصه بالطريقه بردك هقلبه شويه على النار لحد ما كل ده على نار عاليه لحد ما يتحمر معايا ويبقى لون واحد، واحط له مغرفه شوربه. ولو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. هنا كده انا حطيت مغرفه شوربه واقلبه شويه مع بعض. هنا الطاسه يعني فيها تحمير شويه، هي لو الطاسه تيفال مش هتتحرق معاكي كده. هنا كده خلاص انا حمرته بقى كويس، بقى لونه جميل وبقى مقرمش تاني. هنا حطيته في غرفته بقى في طبق صيني، وحطيت عليه الرز وحطيت عليه مغرفتين صلصه. احنا ما بنحبش الصلصه كتير بس انا بحط صلصه مع التقديم بردك، ومغرفه شوربه، لان طبعا الرز العيش واخد شوربه وشاربها وطعمه جميل، شارب الشوربه وطعمه حلو. وهنا كده احط اللحمه زي ما انتم شايفين اهيت، اللحمه قدام منكم اكني محمراها. لو انتي ما شوحتهاش في الاول زي ما انا مشوحاها معاكم واديت لها لون اللي هي التحمير، جيبي طاسه وحطي فيها معلقه سمنه وحمري اللحمه، ومطرحها حطي الدقه والكزبره والخل والشوربه. هنا زي ما انتم شايفين انا بحب ازود فوق اللحمه بتدي طعم حلو. الدقه اللي انا كنت سايباها في طبق لوحدها، انا كنت واخده مغرفتين صغيرين وبسيب بقيه الدقه ديت بقدمها مع صلصه وشوربه اللي حابب يزود. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.